مرحبا حبايبي، يلا اخذكم وياي جولة لسويسرا وتحديدا 3 مدن بسويسرا من ضمنها العاصمة زيورخ. فلا تنسون الاشتراك بالقناة ومتابعة الفيديو للأخير لأنه أكيد راح يعجبكم محتواه. رحلة سويسرا تقسمت على 3 مراحل مختلفة، لأنه كنا دائما نروح بالجامعة ونمر عليها لأنه هي قريبة على محافظتنا. فرحنا أول مرة على مدينة بازل، وبيوم واحد كنا رايحين للطبيعة، ويوم لزيورخ وياها لوتسرن. أول مدينة وصلنا إلها هي مدينة بازل، اللي هي تقع على الحدود الفرنسية والألمانية والسويسرية. طبعا بالتالي هي تسموها الدراي اك، يعني مدينة المثلث، لأنه هي على يعني مثل ما قلت لكم على حدود هاي الثلاث بلدان. وانتم ماشيين السم كارت كل شوي يحول مرة لفرنسا ومرة لألمانيا ومرة لسويسرا. بعد ما عبرنا الراين وصلنا لهاي الكنيسة اللي هي تعتبر يعني أهم كنيسة ببازل. انتم دائما تعرفون انه بكل مدينة عندهم كنيسة رئيسية، وهنا هي هاي كانت. تشوفون من أهم النافورات وراها المسرح. طبعا تشوفون هنا هاي الأجهزة اللي هي أجهزة كانوا يستخدمون قبل التلفزيون للتصوير، وحاليا هم مسوين من عندها هاي النافورة المتحركة، جدا مهمة ومن أهم المعالم بازل. صراحة هاي النافورة فعلا شيء يجذب، وراها المسرح فهي كلش يعني مندمجة بالأجواء، اللي رايح للمسرح أو يعني يحب هاي الشغلات. صراحة شيء كلش غريب شفته وحلوة كانت. ظلينا نمشي ووصلنا لهذا المبنى الجميل. شوفوا ورايا مبنى مجلس المحافظة بمدينة بازل، اللي هاي الرسومات اللي رسمت عليه بسنة 1848 لما دخلوا وصاروا بلد فيدرالي، وهم هنا كلش معروفين بهذا الشيء. راح ندخل له هسه من الداخل. الطلاء الداخلي على هذا المبنى تلاقوه على كل الجدران داخله، فتلاقوه بأماكن يعني مثل كأنهم ملونين عليه هيك بطبقة غامقة، وأكو ألوان هذول الحديثات أو يعني مبينة. هذا كله لأنه هم أصلا من تغيروا دولة فيدرالية غيروا الرسومات اللي عليه، وتم إعادة خلينا نقول يعني تلوينه أو إعادة رسمهن. فتشوفون مثلا هنا شلون مغطى بالأماكن الثانية لا. بازل معروفة بعدة المتاحف بها، وهي من أكثر الدول بالعالم اللي مليانة متاحف، بها تقريبا أكثر من 40 متحف، ومن ضمنها هذا المتحف اللي هو المتحف الوطني. طبعا الدخول كل أول أحد بالشهر مجاني، فتقدرون دائما تروحون. كل الدخوليات لكل المتاحف تكون مجانية، وإحنا كان من حسن حظنا يوم الأحد فكانت دخولياتنا كلها مجانية. السياسة اللي صار لها سنة 1529 يعني كلش قديم. صارت هاي الكنيسة أو يعني إحدى الكنائس اللي قبل شوي شفناها هي من أهم الأماكن اللي يحكمون بيها، فبالتالي بنوا لهم هذا المكان اللي تشوفوا اللي صورته لكم من خشب، هذا حتى كله يقدرون يحكمون عليه، يعني كان أهم كرسي للحكم. طبعا تشوفون هنا عليه أرجل حيوانات مختلفة، راح أصورها لكم بالتفاصيل حتى تعرفون. فهذا إلى كليته معاني يعني للحكم، وبعدين اللغة فجابوه هنا لهذا المتحف. وهنا بالصورة مبين هذا هنا مجلس الحكم مالتهم، اللي هو هذا الخشب اللي هسه شوفناه كان يقعد هنا الرئيسي وهذول الناس أو يعني المتفرجين. المتحف كلش حلو، يحكي قصة المدينة بالكامل، شنو كوارث صارت بيها وشنو ظروف صارت بيها. تقدرون كل القصص تسمعوها باللغة الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية، لأنه سويسرا عندها 3 لغات أو أكثر من لغة، فتقدرون كلها تسمعوها طبعا بعدة لغات بهاي السماعات. وتشوفون هنا قسم كامل فقط للكنائس والقصة للمسيح عليه السلام، من ضمنها هاي اللوحة اللي تحكي كل قصة حياته، شلون انولد إلى أن ما يعني طبعا بنظريتهم شلون مات وشلون كل الشغلات. وتلاقون شاشات موضحة لكم. المتحف هم مشهور بهاي تماثيل الموت اللي يسموها الموت والملك، الموت والملكة، الموت والشيطان، الموت ومدري منو، فكلش مشهور بيها وهي مجموعة كاملة. طابق الأرض المتحف راح تلاقون بالشغلات والمقتنيات القديمة مثل هاي القروش، الفلوس، وغرف قديمة وغيرها. تقدرون طبعا خليكم نماذج بحيث ترسمون هيك القروش، وخليكم أوراق وأقلام وتقدرون تاخذوها وياكم، وكانت تجربة كلش حلوة. تلاقون هاي الميداليات أو البروشات كلها موجودة بهيك مجرات، تفتحوها وتقرون كل شيء بها. طبعا مئات من عندها موجودة. حتى الأسلحة القديمة لهاي المدن يعني أو هم التراثهم موجودة بداخل المتحف. فمثل ما قلت لكم هو يحتوي على هواية أقسام وكلش هواية شغلات، ويعني اللي يحب بالمتاحف راح حيل يتونس بيه لأنه مليانة تاريخ. وهنا تشوفون هاي بعض الكتب القديمة، وهاي اكو مكان كامل مخصص لهاي الزوالي أو النقشات القديمة، وغرف النوم اللي كانوا قبل يستخدموها الشخصيات الهامة. بعد ما كملنا المتحف الوطني رحنا المتحف بازل اللي هو المتحف الفن. تلاقون بيه طبعا الفن الحديث مقسمين أصلا هو قسمين بنايتين، والفن القديم كبير ويتهيأ. فانطونا هاي الخارطة حتى نطلع، لأنه اكو مبنى ثاني عبر الشارع بس نطلع من جوا حتى نروح للفن القديم يعني اللوحات القديمة. بما انه انا من عشاق اللوحات القديمه فصورت لكم بعض النماذج، لانه هو المتحف كلش كبير واحد ما يقدر يصور كل شيء.
فهاي بعض النماذج من اللوحات اللي موجودة بيه وأنواع الفن. والمتحف هم بيه عدد كبير من لوحات بيكاسو من ضمنها هاي. النهار مشى بسرعة وكملنا وصارت الدنيا ظهر، فكان لازم نتجمع الدنيا ظهر عند الراين، فرحنا للراين وظلينا نتغدى وهم ننتظر الباقين. يقول نهر الراين هنا يستخدمون يعني باثناء وقت الاستراحه مالت الغداء واستراحه العشاء مثلا، يجون حتى رجال الاعمال يجيبون اياهم جنطه على شكل سمكه حاميه من المي، يخلون بيها ملابسهم ينزلون يسبحون، بحيث تشوفون اياهم جنطه على شكل سمكه حتى يسبحون يستراحون ويرجعون لشغلهم. هذا الشخص اللي اقصده او هذول يعني اغلبهم اللي تشوفون يسبحون شايلين هاي الجنطه على شكل سمكه، هسه هي مو واضحه ودا يسبحون بيها. وبعد ما كمل اليوم ورجعنا لبيوتنا، انطلقنا بمره ثانيه رحنا لزيورخ ولوتسن، وبطريقنا احنا هنا وهم بطريق ايطاليا طبعا شفنا، لانه مرينا من خلال سويسرا فشفنا هاي الطبيعه بسويسرا طبعا مبهره وحيل حلوه، وسبحان الله يعني بيها الجبال والخضار والمي بكل مكان، عندهم كلش هوايه بحيرات، طبعا مو بحيرات صغيره بس عندهم كلش هوايه، فالمكان مليان يعني دائما تشوفون بيه مي وجبال وخضار سوا، والصراحه لوحات مبهره يعني سبحان الخالق. من ضمنها هم تشوفون انه اكو اماكن مشمسه واماكن بعدها الثلج بيها. محطتنا التالية هي مدينة زيورخ اللي هي عاصمة سويسرا. كان طريق لها طبعا تقريبا 2.5 ساعات من محافظتي بألمانيا، لأنه أنا عايشة على الحدود السويسرية. أول محطة زرناها هي جامعة زيورخ، وهي حيل معروفة. أولا هي مفتوحة للعامة، وهي لأنه مبنية على مباني قديمة وبعدين تم يعني الإعمار عليها خلينا نقول، فهي يعني بعدها على هالأساس، ولهذا السبب هي تعتبر شيء تاريخي وجدا مرغوبة، والبنايات يعني والتماثيل المنحوتة فهي قديمة كليتها. بعد ما استراحينا بيها شوية وأكو قسم تريقوا بيها، مشينا للسنتر مالت المدينة حتى من عندنا نقدر نروح للمعالم. طبعا بيوم احنا ما دخلنا لأي معالم معينة، بس ضلينا نفتر بالمدينة، أولا لقصر الوقت، وثانيا لأنه صراحة هي مدينة مو كلش كبيرة. هنا اللي ورا من أهم المعالم بزيورخ، وهي هاي الكنيسة تعتبر يعني بناها الملك الألماني ملك لودفيش، وبعدين أهداها للنساء فيسموها كنيسة النساء. الحلو انه انتم بمدن سويسرا اغلبها لانه هي على بحيرات صايره، فوين ما تمشون يعني تروحون المعلم وبعدين توقفون على البحيره، تروحون المعلم وتعبرون على جسر، فبكل الاحوال انتم ماشيين على المي وقاعدين، فكنا كل شويه نوقف وناخذ صور. وبعد ما افترينا بجوله سريعه بالمدينه تقريبا 1.5 ساعة كانت، يعني شفنا بيها بعض الكنائس من برا وشفنا السوق مالتها والسنتر، رحنا على البحيره اللي هي بحيره زيورخ حتى نرتاح. بحيرة زيورخ المشهورة كلش مشهورة، لأن هي أصلا اسمها زيورخ كبيرة ومعروفة، طبعا هي كلش حلوة فعلا محاطة بالجبال، بس إنه هي هاي اللي المدينة تحاوطها كلها. وهنا خليني أخليكم شوية مناظر حلوة للمي وللطبيعة، وإن شاء الله تعجبكم. بدينا هنا وكلنا بعد ما قعدنا وارتاحنا على البحيرة، قمنا عبرنا على السايد الثاني حتى نشوف بعد الأخير معالم قبل ما ننطلق للباص. هذا دار الأوبرا هسه اللي تشوفوه ورايا، طبعا هو كلش معروف، انتم تعرفون انه زيورخ هي تعتبر أصغر مدينة كبرى بالعالم، بس بنفس الوقت هي أكبر مدينة بسويسرا، وطبعا هي كلش صغيرة الصراحة، فمن ضمنها يعني هذا الدار الأوبرا كلش معروف واللي يجيها لازم يزوره. أثناء التصوير انتبهت أنه التماثيل اللي خليها فوق هاي الرؤوس هي تمثل أهم الشعراء ال5 أو الشخصيات الموسيقية الملحنين يعني ألمانيا وسويسرا. هذا شيلر وفيبر، موتسارت بالنص، فاغنر على الجانب، جوتي. اتجهنا لمحطة الباصات وكنا مكملين بعد زيورخ حتى ننطلق لوين ننطلق لوتسارن، ويلا نبدي بلوتسارن هالمرة. مدينة لوزان هي مو مدينة حيل كبيرة، بس هي من أهم المدن بسويسرا طبعا، لأن هي تعتبر العاصمة الثقافية أو السنتر الثقافي والاجتماعي للدولة، فبالتالي الناس دائما يعني عندها احتفاليات وعندها تجمعات تصير بيها، وإحنا أصلا بيوم اللي رحنا كانت أكو هم احتفالية وتجمعات، فضلينا نفتر بالسنتر ونتونس وياهم، كانت الأجواء حيل حلوة. مدينة لوزان بها هواي من هاي الجسور الخشبية اللي تشوفوها قدامكم، هي مدينة صغيرة تقريبا مساحتها 30 كيلومتر مربع وبها 82 ألف نسمة، بس بها دائما هاي الجسور الخشب، وهاي الجسور بها هسه بعدين أشوفكم إياها التصوير الثاني، بها لوحات من الداخل،
فموجودة بكل مكان حتى تقدرون تعبرون بها على البحيرة وعلى تفرعاتها. فإحنا هنا هسه وصلنا من خلال السنتر وشفنا هذا المبنى قدامنا. المبنى القديم اللي تشوفوه ورايا بسنتر لوتسر هو مبنى المحافظة القديم، كلش قديم بشكله، بس هسه حاليا دا يستخدموه لقعدات البرلمان أو مجرد حتى يعرضون بيه شغلات. كملنا السنتر، قلنا خلينا نروح شوية نبتعد، فوصلنا لهذا الجدار اللي هو يعني جداره بأبراج 9. راح أحكي لكم عنها بعدين، بس هو كلش مهم ويعتبر يعني من ضمن الشغلات القديمة اللي بعدهم محافظين عليها، وكانت صح متعبة بس الأجواء حلوة. هذا الحائط اللي تشوفونه هنا طوله 800 متر، وهو من أقدم الحيطان اللي هنا اللي كان يعني يحاور بالمدينة كلها، فهو سور كلش قديم. وهنا تشوفون المدينة كلها كاملة من فوق، بس طبعا متعب كلش إنه واحد يصعد، بس هو معروف واسمه موزيك ماور. طلت المدينة من هذا المكان كانت مبهرة لدرجة ما تتوقعوها، لأنه لي ورا الجبال وقدام البحر وتشوفون بيه السفن، ولي قدام المدينة. فالصراحة يعني البحيرة من هنا كانت مبينة كلش حلوة، لأنه هي أصلا كلش كبيرة فممتدة، يعني تحسوها كأنما بحر بس وراها الجبال. فالصراحة يعني اللي حابب يسافر أو موجود بأوروبا ويقدر يوصل لها، فضروري من يروح لسويسرا لازم يوصل لمحافظة لوتسرن. وطبعا وصلنا من جديد لواحد من الجسور، لأنه لازم نرجع نعبر للجهة الثانية. وصورت لكم لوحات اللي قبل شوي قلت لكم عنها، اللي مكتوب بها دائما تاريخ، ومكتوب بها ومرسوم عليها شيء، وهي تحكي عن شيء تاريخي بالمدينة. بعد هاي الجولة القصيرة نكون وصلنا لنهاية سفرة اليوم ونهاية جولة اليوم. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، لا تنسون الاشتراك بالقناة ومشاركته ويا أصدقائكم، وأشوفكم المرة الجاية.